كنا خارجين انا وعبودة من الاعتصام، رايحين نجيب اكل. قدام سفارة تركيا كده كان في عربية جيب وعربية ملاكي، كان فيها بنتين من غير نمر. فعبودي بيسأل، كان في بنتين وواحد لابس ملكي. فعبودي قال له لو سمحت ممكن هيقول لك حاجة. قال له نعم. قال له في عربية زي دي كانت بتاخد زمايلنا وهم مروحين وكده. فهو نزل له فبيتكلم معاه بالراحة، فهو كان معاه واحد على الموبايل كان ضابط جيش جوه زميله. فلقيناه جه ضابط جيش بنجمة واحدة. فأول ما جه راح مطلع الطبنجة، اللي لابس ملكي ده. راح أول ما جه راح مطلع الطبنجة. فضابط الجيش كلمنا باحترام جدا وهزر معانا وبس على دماغنا. فده أكنه ما صدق، يعني اللي ضابط الجيش ده جاله. واحد زميلنا اسمه اياب راح شايله الفالنة، قال له ضربنا، عاوز ضربنا. واحد فيهم راح ضرب طلقة في الهوا، طبعا كلنا جرينا. فعبودي هو اللي وقف. راح التلات ظباط راحوا ضربوه، كان معاهم العصيان بتاعتهم. راحوا ضربوهم وراح دخلوه جوه على نقاش الشعب. كان الساعة 10:30 بالظبط بالليل. قعد جوه يجي ساعة ونص. خرج زي ما انت حضرتك شفت كده، وشه كله مورم، والضرب والكتمات اللي في ظهره واللي في كتفه، لدرجة يعني اللي عينه بتجيب دم. أقول لك هي حالته مش هقدر أوصفها لك، هي كدمات بس. مش هقدر أوصفها لك خالص.